الواد ده كفاءه يا باشا. مين الواد ده؟ وجي معادنا النهارده مع معلومه جديده والاكيد انها مفيده. بنسمع كتير جدا عن ان اللبن المعلب ده ما فيهوش اي فوائد، وافضل حاجه اللبن البلدي. كمان امهات كتير جدا بتقول ان اللبن المعلب ده مليان مواد حافظه. الحقيقه بقى ان اللبن المعلب ده ما فيهوش اي مواد حافظه. الماده الحافظه دي بتتحط على المواد الغذائيه المعلبه علشان تحفظها من انها تبوظ بسرعه، وكمان تلاقي المعلبات دي بتقعد فتره طويله من غير ما تبوظ. اصل الولاد في حاله مش طبيعيه وانا خايف الموضوع يتطور. انما علب اللبن اللي احنا بنشتريها بتتعرض لعمليات الحراره العاليه جدا، او بيحصل لها عمليه بسطره. الحاجات دي بتمنع تكون اي بكتيريا في علبه اللبن، يعني مهما عدى عليها الوقت. يعني لو لقيت مكتوب على علبه اللبن انها بدون مواد حافظه يبقى ده حقيقي، ولكن دايما خلي بالك من صلاحيه العلبه، لان بعد انتهاء مده الصلاحيه للاسف اللبن بيكون بكتيريا، وكمان بيبقى غير صالح للاستخدام. كمان ده بيفسر انك اول ما بتفتح علبه اللبن عشان تستخدمها بعدها بتحطها في التلاجة علشان انت فتحت العلبه وسمحت للبكتيريا انها تدخل. علشان كده على طول هتلاقي مكتوب على علبه اللبن انه لبن مبستر او لبن طويل الاجل، ودي العمليات اللي بيمر بيها اللبن في المصنع عشان تقدر تحفظه. وبكده تكون خلصت معلومه النهارده. استنونا في حلقات اقوى بكتير، وسلام عليكم.